حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم طريقه تنظيف البشره والتخلص من الجلد الميت بغسول ارجنتو. وفي اخر الفيديو ده هسيب لكم الفيديو الاصلي اللي بتكلم فيه عن مميزات وعيوب غسول ارجنتو. الطريقه بتاعتنا النهارده هي طريقه سهله وجميله ومريحه بصراحه، بالنسبه لي انا مريحه جدا. طبعا طريقه الشيفنج دي انت لو انت مش عايزه تشيلي الشعر تزيليه يعني بالماكينه دي او بالاله دي، انت ممكن تكوني طبعا زايله الشعر من قبل كده، وبعد كده بعديها بيومين تبتدي تعملي الطريقه بتاعتنا دي. وانا اخترت استعمل الغسول ده لان قوامه جل وناعم جدا على البشره. طبعا عادي كاني هغسل بشرتي، هبلها طبعا بالميه وهغسلها، ابتدي اغسل بالغسول عادي خالص. هسيبه لمده دقيقتين. انا عايزه الغسول يبتدي يفتح لي المسام بتاعه البشره، وعايزاه يبقى زي ما تقولي كده بخمره او بنقعه شويه على البشره عشان اقدر اتحكم فيها. بعد كده بجيب طبعا فلامينكو وابتدي ان انا اعمل كاني بزيل الشعر، بس انا من الغرض هنا مش انا ازيل الشعر، الغرض ان انا اتخلص او اطلع الجلد الميت اللي هو بيدي شحوب شديد قوي للبشره. زي ما انتم شايفين طبعا بعمل كل جزء من البشره. طبعا هنا منطقه الانف لازم اكون حذره قوي عشان ما تعورش، عشان بيبقى فيها تنيات وكده. وهنا عند الحواجب برضه هخلي بالي عشان ما طيرش شعر وبوظ شكل الحواجب. هي دي الطريقه الصحيحه ان انت تبتدي تحركي خلايا البشره، وان انت تحفزيها، ان انت بتبتدي من الدقن طلوعا للخد كده لفوق، وبتحاولي ان انت برضو تضغطي شويه ضغطه خفيفه بالماكينه دي. وخلي بالك الطريقه دي مش مناسبه للبشرات الحساسه، فانتبهي طبعا. جربي كده في جزئيه كده من الوجه وشوفي ايه تاثيرها عليكي. طبعا هنا منطقه الجبهه ببتدي برضو بعملها، وخلي بالك لان ممكن بالغلط ان انت تطيري شكل حواجبك وتبوظيها، فانتبهي كويس. انا هنا غرضي بقول برضو ان انا مش بزيل الشعر، بس هي الطريقه دي عامه برضو بتزيل الشعر للناس المتعوده على الشيفنج. بالمناسبه الناس اللي كانت بتسالني دايما على سعر غسول ارجنتو، هو موجود تقريبا ب 190 جنيه بس. طبعا بينزل عليه عروض كتير جدا، بينزل مع المجموعه بتاعته، وهنزل لكم ان شاء الله برضو ريفيو على المجموعه بس اما كاملها، لاني انا وقفت بصراحه العلاج بالمجموعه دي لما حسيت ان في شويه بشرتي ما كانتش مناسبه يعني مؤهله ان انا استخدم كريم تفتيح في الفتره دي، فانا وقفت كل حاجه واستخدمت بس كريم العيون والغسول. بس نصيحتي ليكي اشتريه من امازون او من مواقع الكترونيه، بيكون ارخص بكتير وبيكون عليه اصلا عروض، او لو حابه تخشي على موقعهم الرسمي على الفيس هتلاقي مواقع كتيره بتبيعه. هنا طبعا انا خلصت البشره بتاعتي وغسلتها ونشفتها كويس قوي. ابتديت انا اطبق السيروم بتاعي. انا هنا بستخدم سيروم ذا اوردينري لان انا بشرتي مختلطه بصراحه ومش حابه ان انا اضيف لها اي حاجه دهنيه، فكده كده بشرتي بتفرز دهون. والدبان هنا بصراحه استلمني وطلع عيني، بس يلا مفيش مشكله خالص. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. ما تنسيش اللايك لو الفيديو عجبك وتشتركي في القناه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.